احنا دلوقتي يعتبر في اخر 9 ويعتبر الشتاء داخل علينا والبروده نازله. فلو عندنا شجره تين وفيها تين وطرحه تين زي كده والشجره وقفت مش راضيه تستوي وزي ما انتم شايفين بتدي مجموع خضري على فوق، فنقطه مهمه جدا ان احنا لازم نقطف القمه الناميه اللي فوق دي علشان الغذاء ينزل في الحبايه اللي زي كده والحبايه تستوي، لان لو دخل عليها البرد او دخل عليها الشتاء الحبايه دي هتضمر وتبوظ. يعني مثلا النموذج ده نقصفه كده او نقطفه خالص، كده كده يعتبر احنا داخلين التين اصلا معظمه بيوقع ورقه دلوقتي، وفي ناس هتشتغل تقليم كمان شهر ولا حاجه. يعني مسافه ما شجره التين توقع ورقها كله نبتدي بعمليه التقليم الشبه جائر. يعني نيجي من على متر و20 سم، شايف الشجره دي كلها ده كله كده هينزل على الرواكب دي. يعني مثلا الركب دي نجيب من هنا نسيب فيها شبر مثلا من الاصل ده ونجيب من هنا، تمام. دي عمليه تقليم التين. مهتم بمجال الزراعة يعمل لي فولو أو متابعة، وما تنسوش تدعمونا باللايك وإعادة النشر.